يا مساء الخير او صباح الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده هاخدكم معايا جولة في هايبر ماركت، وهوريكم اغلب الحاجات الموجودة المهمة بالاسعار، وكمان هوريكم اشتريت ايه من هناك. هنا هايبر ماركت فيه جزئين، دور تحت ودور فوق. للي مش عارف، الدور اللي فوق بيكون زي فود كورت كده صغير فيه شوية مطاعم، وفي قاعدة كمان لو انتوا حابين تاكلوا. ده الجزء اللي فيه المطاعم لو انتوا حابين تقعدوا فيه، والجزء اللي تحت بيكون سوبر ماركت وهو دورين. بفكركم تتفاعلوا على الفيديو بلايك وكومنت، ده بيفرق معايا جدا. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. هايبر ماركت للي مش عارف ده مكانه في الشيخ زايد، وحقيقي سوبر ماركت اسعاره حلوة جدا. ومن ساعة المقاطعة انا بتعامل مع هايبر وبطلت اتعامل مع كارفور. الحاجات بتاعته فعلا جودتها كويسة جدا، وعنده كل حاجة انتم ممكن تتخيلوها، واسعاره فعلا كويسة قوي. يعني مثلا انا ما كنتش لاقيه سكر خالص خالص في اي سوبر ماركت بره، لقيت السكر عنده ب27 جنيه، وبكميات. يعني اللي عايز اي كمية بياخدها، بس في شرط ان لازم يطلع مع مشتريات البيت. يعني ما ينفعش اخد باكيتة سكر كده واطلع على الكاشير احاسب هيوافق لي، لا، لازم اشتريها مع طلبات البيت بتاعتي، اخد زي ما انا عايزة. حتى لو خدت 20 كيس عادي مش هيقولولك اي حاجة، بس لازم تكوني مطلعها مع طلبات البيت. الميزة في هايبر ايه بقى غير اي سوبر ماركت، غير كارفور مثلا، لو هنقارنه بكارفور فهو ان عنده تنوع كبير جدا في المنتجات اللي بيقدمها، وتنوع في الاسعار. يعني انتي لو مش عاجبك منتج معين بالسعر ده، هتلاقيه بديل ليه او بدايل يعني كتير جدا باسعار مختلفة واسعار متفاوتة. مش سعر واحد، لا، كذا سعر وعلى حسب الجودة بتختلف. فهو ده المميز جدا في هايبر. هنا بقى احنا كنا طالعين الدور اللي فوق. الدور اللي فوق ده عبارة عن منظفات، والدور اللي تحت عبارة عن الحاجات بقى المواد الغذائية بتاعة البيت وكده. فهو حلو جدا جدا، وفعلا في حاجات كتير قوي مختلفة، وكل حاجة هتلاقيها عنده، مش هتطلعي منه الا وانت شارية كل حاجة انت محتاجاها. هنا كنت بفرجكوا على شوية ديكورات كده جنب الكاشير قبل ما اروح احاسب. اليوم اللي انا روحت فيه ما كانش زحمه قوي، بس هو اللي بيكون فيه لاين، فقلت استغل الفرصه دي واوريكم بقى الحاجات اللي جنب الكاشير كده افرجكوا عليها. قولولي برضو في الكومنتات كده بتشتروا طلباتكم منين، وبتفضلوا سوبر ماركت ايه اكتر حاجه بتشتروا منها طلبات البيت، وبتحبوا تشتروا طلباتكم بالاسبوع ولا بالشهر. في ناس ما بتحبش تنزل كل اسبوع، فبتستغل المشوار مره واحده وبتجيب الحاجات كلها مره واحده. انتوا بقى بتحبوا تجيبوا طلباتكم؟ على فكرة انا مرضيش اصور الفيديو وانزله على طول الا لما في حاجات معينة كده اجربها الاول واقول لكم ايه رأيي فيها، لان انا جبت حاجات منهم في الاجبان وكده جديدة، ويعني قلت اجربها الاول وبعد كده بقى ما اعمل الفيديو عشان اقول لكم رأيي فيها. كانوا عاملين عرض على الدقيق ده، الكيلو منه كان ب17 جنيه. فانا بستخدم الضحى دايما، بس قلت اجرب ده طالما عليه عرض كده فاشوف هيبقى حلو ولا لا. هنا بقى احنا كنا نازلين بقى الدور اللي تحت، وهروح بقى واوريكوا الحاجات اللي انا جبتها، وايه الحاجات اللي انا ما خدتش بالي منها وانا بشتريها واتصدمت فيها لما رجعت، وايه الحاجات الحلوه اللي جربتها وعجبتني وهكررها تاني ان شاء الله. ده كده بديل الفيروز وشويبس. هنا بقى يا جماعه الموتزاريلا دي شفت سعرها كان خطير، وبعد ما روحت اتصدمت وانا بصور الفيديو وبقلب كده لقيت مكتوب بين قوسين كده للحشو. فقلت ايه الحشو ده، مش فاهمه. ببص ورا لقيت وليس للبيتزا، لا ده كمان بياكد لي يعني اللي هو دي مش البيتزا. وانا اصلا اغلبيه الموتزاريلا اللي بجيبها عشان انا بحب اعمل بيتزا جدا في البيت، فبستخدم موتزاريلا كتير. فلقيت مكتوب عليها للحشو وليس للبيتزا، استخدمتها يا جماعه فعلا ولقيتها ما بتصحش ما بتصحش ما بتصحش. فلو انتوا مش عايزين يعني جايبينها للبيتزا مخصوص فانصحكم ما تجيبوهاش. ده السكر اللي كان ب27 جنيه اللي قلتلكوا عليه. كان في عرض على الرز، نوع ب31 ونوع ب28. انا جبت الاتنين وقلت هجربهم واشوف ايه الاحسن، عشان برضو ابقى عارفة انهي نوع كويس وخلاص بقى استخدمه بعد كده. كمان كان في عرض على البطاطس اللي هي المجمدة دي. بصراحة بتنجزني قوي. يعني انا مش دايما بجيبها، انا دايما بحب اعمل بطاطس في البيت، اجيب بطاطس فريش عادي واقطعها واحمرها انا. بس حسيت ان دي هتنجز معايا في الوقت كده، وان انا اقدر ايه اقلي منها بسرعه. ده النوع التاني اللي كنت بقولكوا عليه اللي هو العراف. مش فاكره ده بصراحه اللي كان ب28 ولا ب31، بس هو فيه اتنين، واحد ب31 وواحد ب28.
بس فقلت اجرب الاتنين. كمان جبت خضار مجمد، انا بحب اعمل اللي هي سلطه الخضار المشكل دي، هتلاقوا برضو الوصفه بتاعتها موجوده على القناه في الريلز. وجبت كيس بسله مجمد، وده بقى الخضار المشكل اللي بقولك عليه. انا جبت منه بصراحه حبه كده عشان يعني احنا بنستعمله كتير وبنحبه. الدقيق بقى ده انا هجربه وهقول لكم رايي فيه بكل صراحه، يعني هعمل بيه مخبوزات وهقول لكم رايي فيه. كمان جبت رز الضحى لان انا بستخدم دايما الضحى، بس قلت يعني تحسبا للنوع التاني يطلع مش كويس وكده، فما بقاش ان انا ما عنديش رز غيره، فجبت من الضحى. وبصراحه الضحى يعني لا يعلى عليه، بس هو غالي شويتين، بس جودته كويسه قوي. بفكرك لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو فيلا اعملي دلوقتي لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. جبت كمان الاعشاب دي نعناع، هما 50 فتلة، كانوا تقريبا ب39 جنيه. وانا بحب روتس جدا على فكرة، حلوة قوي. وجبت كمان الجيلي ده هعمل بيه كيك بارد كده، هيبقى حلو قوي، هوريكم برضه، هصور لكم الوصفة. وكمان جبت شاي جديد وقلت اجربه الاول وبعد كده اقول لكم عليه. الشاي ده بجد يا جماعه طعمه تحفه، حلو قوي وسعره جميل جدا. ال100 فتله كان ب47 جنيه. بما اننا كنا بنستخدم ليبتون وبعد كده مقاطعه، فرحت جبت احمد تي، فناس كتير قالت لي احمد تي برضو مقاطعه، وبصراحه يعني الحاجات التانية كان طعمها مش احسن حاجه. فلما جربت شاي الورد ده، شاي الورد ده فعلا فعلا ممتاز، طعمه حلو جدا. كمان جبت من عندهم البلح ده، هو سعره كان حلو قوي. انا كنت جايباه عشان خاطر العصير، يعني بدل ما استخدم نوع غالي قوي، كده كده ده بيتعصر ويتعمل بيه بلح باللبن، بيبقى تحفه. جربت من عندهم برضو المشروب اللي انا وريته لكم ده، ده بديل فيروز وبديل شويبس وكده. طعمه فعلا ما يفرقش اي حاجه خالص عن شويبس، حلو قوي قوي قوي. ده كان بطعم الخوخ والصودا فيه تحفه، وفعلا طعمه جميل جدا. جبت من عندهم كمان الرز البسمتي ده، انا جربته قبل كده وده خطير، حلو قوي. بلاش يا جماعه بلاش تجيبوا الرز بتاع ابو عوف اللي زي ده، اللي هو الرز الحبه الطويله بتاع ابو عوف، وحش مش حلو خالص. يعني انا قلت بقى لا خلاص انا هجيب من ابو عوف من المره اللي قبل دي، وجبت منه. والرز بيكون ناشف جدا وبياخد ميه كتير قوي، بياخد سوا كتير جدا، وبرده بيكون وحش. فبتاع هايبر تحفه جدا. جربت كمان الجبنه القشطه دي وانا واقفه عندهم قبل ما اشتري، وعجبتني قوي لان كنت شايفه سعرها سعر الكيلو بتاع 65 جنيه، فقلت لازم اجربها، وفعلا خطيره، طعمها حلو قوي. وجبت من عندهم برضو الجبنه دي بحبه البركه والجزر، حلوه جدا. والمناديل دي كانوا التلاتة كانوا تقريبا ب65 جنيه. وجبت من عندهم كمان شاور جل، كان عليه برضو عرض وسعره كان حلو قوي. وماركة منك دي اصلا معروفة تقريبا، اللي هي منك الشبراويشي دي، تبع الشبراويشي، فحلوة قوي. تعالوا نغسل بقى مع بعض الفراخ. بحب دايما اول ما اجيب الفراخ ما بحبش اجمدها وهي مش نظيفة كده، لا بغسلها كويس قوي واكون شايلاها على نظافة. وكمان بتبل منها الاكل اللي احنا هناكله تاني يوم. يعني لو انا هعمل فراخ متبله وكده، بتبلها من قبلها بيوم واسيبها بقى في التلاجة من تحت، وافرز الباقي نضيف مغسول، يعني يطلع كده ومتقسم. كمان بقسمهم ويطلع بقى ايه على بقى التتبيل والطبخ على طول. اهم حاجه الفراخ ما بيتحطلهاش يا جماعه الخل بيخليها زفره، فاحنا بنحط ليمون، بنعصر ليمون وبنحط ملح عشان يقتل الميكروبات وما يكونش فيها اي ريحه زفاره خالص. فبلاش تستخدموا خل، استخدموا ليمون وملح، فده بيكون احسن كتير. انا عارفه ان انا بقول بيزكس جدا وحاجات اساسيه، بس في ناس حقيقي ما يعني بتعمل الحركه دي وبترجع تقول هي ليه الفراخ بتبقى زفره، الفراخ في العيب في الفراخ نفسها ولا العيب في ايه؟ فانا عارفه ان هي اساسيات، بس في ناس حقيقي ما تعرفش ده. هما بيكونوا جايين كده مع بعض. انا دي الفراخ دي اوراق دجاج، وانا خليتها قلت له اخي خليها لي من العظم، وهو سألني عايزة العظم بتاعها ولا لأ، فقلت له انا عايزاها عشان العظم ده انا هعمل بيه شوربة. لو هعمل مثلا اي لسان عصفور او حاجة عايزة شوربة، فيبقى العظم ده موجود. وبرده بغسله كويس جدا بنفس الطريقة وبشيله. يبقى انا حطيت ليمون وملح والمطيبات بقى اللي هي زي ورق لوري كده. وفي الاول حطيت ميه دافيه عليها، ميه دافيه على الحاجات دي، وزودتها ميه ساقعه عادي جدا من الحنفيه، وحطيت بقى فيها ايه الفراخ. الورق اللوري ده عشان خاطر لو في اي ريحه برضو ايه بيضيعها. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو.
ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك للفيديو وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.